صديقتي الجميلة، وكل النساء جميلات جميلات بشكل مختلف. هي ست إذا هي جميلة، دايما الست أو المرأة جميلة بكل الأشكال. النهاردة عايزين نعرف، هما الجميلات حظهم سيء فعلا ولا ده مش حقيقي؟ حظهم سيء حسد ولا عمل سفلي ولا إيه بالظبط؟ وليه عندنا أمثلة كتيرة زي مارلين مونرو، سعاد حسني، داليدا، هتلاقي بقى آلاف الأمثلة حياتهم كانت عبارة عن مجموعة من الكوارث. ده عيب الجمال ولا ده بسبب الحسد ولا ده بسبب الشعوذة؟ احنا عايزين نعرف بالظبط، هل الجمال بيتحول فعلا من نعمة إلى نقمة، وإيه السبب؟ في كتاب تطور الرغبة أو Evolution of Desire، الراجل عموما بيشوف الجمال رمز للكمال. صار كده إنه لما بيشوف واحدة ست جميلة أوتوماتيك، أو مش بس الراجل، معظم الناس بتعتبر إن جميلة الشكل دي إذا هي جميلة في كل حاجة، ذكية ومثقفة ومتعلمة ومحترمة، وما حصلتش. ففكرة ربط الجمال بان الشخص كامل ده بيوقع عليه توقعات كبيره جدا. واللي بيحصل بعد الشخص ده ما بيرتبط بالجميله جدا اللي كان مبهور بيها، بيكتشف ان هي في النهايه انسان عادي، ممكن انها تتعصب وتصور، ممكن انها تبقى بشعر منكوش، اي حاجه، ما هي انسانه طبيعيه. وفي الحاله دي الراجل مش بيغفر للجميله الكلام ده، لان هو كان حاطط عليها ان هي ما بتغلطش، ان هي بيرفكت. تاني حاجة برضو، وفي نفس الكتاب ده بيقول لنا ديفيد باس إن الجميلة بيبقى عندها اختيارات كتيرة جدا. مثال كده بسيط، إن لو واحدة ست جميلة جدا وواحدة متوسطة أو عادية، مثلا دي هيتقدم لها 100 اختيار ودي هيتقدم لها 5 بس. اللي متقدم لها 100 دي فرص إن يبقى فيهم ناس وحشة أكتر، فيهم نرجسيين وسايكوباس وتوكسيك كتير، عكس اللي جاي لها 5 بس هيبقى فيهم مثلا 2 كويسين 3 وحشين، العكس. فهنا أولا بيبقى في مشكلتين، إن العدد الكبير ده جواه مشاكل كبيرة، جواه شخصيات كتيرة توكسيك وشخصيات مرضية. وفي نفس الوقت الاختيارات الكتيرة بتوقعها في حيرة، وبتقع في الحيرة اللي قلنا عليها قبل كده، اللي هي الفومو، fear of missing out. يا ترى لو اخترت ده، طب ما ده يبقى أحسن منه، لا ده غني وده كويس. فتعدد الاختيارات بيحيرها وبيخليها قدام شخصيات كتيرة جدا توكسيك ومش كويسة، ومش عارفة تختار ايه بالظبط. الكتاب كمان بيقول ان الجمال بيسبب كده نوع من الرعب او الخوف. بيسبب خوف لمين؟ للاشخاص العاديين، الشخص اللي عايز حياة مستقرة، الشخص الطبيعي جدا. اول ما بيشوف ست جميلة جدا بيبدأ يخاف. اولا هيترفض، هتبقى طلباتها كتيرة، هتبقى ست مكلفة جدا، يعني هتبقى أعلى من إمكانياته. حتى الأشخاص لو يحبوا واحدة جميلة جدا هو بيخاف يقول لها، لأن دي أكيد هترفضه، لأن أكيد عندها اختيارات كتيرة. فالحكاية بتبدأ تصفى إن الناس الطبيعية الكويسة العادية جدا اللي هي ممكن تعيش معاهم حياة مستقرة، دول بيبعدوا تماما. ومين اللي بيفضل بقى؟ الأشخاص النرجسيين أو الأشخاص التوكسيك، اللي هم بيعتبروا ان الست الجميله دي اولا جايزه، هو اللي هيفوز بيها، هو بيحب السباق والصراع فهو هيفوز بيها، مش عشان بيحبها، لا، عشان يثبت ان هو بياخد اجمل حاجه. تاني حاجه هيتعامل معاها على انها لوحه فنيه جميله، حاجه كده بتضيف لشكله الاجتماعي، لكن هي شخصيا لا تعنيه. الراجل التوكسيك او النرجسي يبقى سعيد جدا انه حصل على الست الجميله القويه اللي محدش ابدا حصل عليه غيرها، عشان ياخدها بقى يعمل فيها ايه؟ يطفيها، او عشان ان هو يكسرها، او عشان ان هو يقفل عليها تماما. فهنا حظ الجميلة ان الكويسين بيبدأوا يبعدوا عنها، بيتبقى بس الناس التوكسيك او النرجسيين اللي هم بيعتبروا عندهم كم كبير من الجرأة او حتى الوقاحة، انه لا، انا استحق اي اجمل حاجة في الدنيا، وبالتالي هاخد الست الجميلة. فدايما بتكون علاقات الجميلات فيها كمية كبيرة من التوكسيك أكتر من الست العادية. كمان باحثة اسمها نانسي إيتكوف، دي باحثة في جامعة هارفارد، بتقول إن في حاجة اسمها بيولوجيا الجمال أو بيولوجي الجمال، بتشرح الجمال، وبتقول إن الجمال برضو سلاح ذو حدين. بيبقى كده إيه؟ كارت توصية بيفتح الأبواب بسهولة، لكن في نفس الوقت بيكون عائق. إزاي بيكون عائق؟ لأن
اللي بيحصل الجميل جدا الملفت للنظر، يعني بيحصل له عزلة اجتماعية. يعني بتبدأ الغيرة بقى والنفسنة، لو واحدة ست حلوة قوي في مجال فيبدأ الكل ينفسن منها والكل يتجنب التعامل معاها، اللي بيغير منها أو اللي بيخاف منها، أو فبتبدأ تعيش في عزلة اجتماعية. وده بيحطها في مشكلة أكبر من غيرها كمان، إن هي لما تقع في مشكلة ما بتلاقيش دعم قوي من اللي حواليها زي الباقيين، لأنهم أصلا كده كده كانوا مش طايقينها وبنفسنوا عليها. فلما بتقع في مشكلة بيقولوا أحسن تستاهل. فهنا الجمال اتحول بالنسبة لها لنقمة وعزلة اجتماعية. النقطة كمان المهمة اللي الكتاب بيناقشها، إن الجمال بيتحول لعائق لما يبقى هو الحاجة الوحيدة اللي البنت معتمدة عليها. يعني من ساعة ما تتولد وبيقولوا لها ان انت كفايه ان انت جميله، ما تتعلميش اي حاجه تانية، يخرجوها من المدرسه ما تكملش تعليمها، ما تبقاش تتعلم اي مهاره او اي حاجه في حياتها، انت جميله كفايه قوي عليكي. وبيعاملوها هنا كانها سلعه وهتجيب اعلى سعر في السوق. هي هنا طبعا لو انساقت للكلام ده واعتبرت ان الجمال لوحده كفايه، فهي طبعا هتبقى تحول لنقمه. لكن لو كانت واعيه كفايه ان هي تعرف ان الجمال ده مجرد بيفتح الابواب بس، صحيح ممكن يفتح لها الباب تبقى مضيفه، مذيعه، صحفيه، تبقى اي حاجه، لكن مش هيخليها تستمر في المكان اللي هي فيه ده. ممكن يفتح لها الباب انها تتجوز راجل غني وعنده كل حاجه، لكن مش هتبقى قادره تستمر في الحياه دي من غير ما تكون عندها مهارات وذكاء اجتماعي. بس الكلام اللي اتقال بالظبط واللي قلناه عن الجميلات وعن المشاكل اللي بيتعرضوا لها هو كمان بينطبق على أي واحدة ست مميزة ناجحة في عملها، مستقلة، عندها شخصية قوية. يعني الجمال والقوة والذكاء، الشخصيات دي كلها عموما والصفات دي كلها عموما بتسبب برضو مشاكل زي اللي بسببها الجمال. وفي النهاية طبعا زي كل حاجة في الدنيا هي بتبقى نعمة وممكن الإنسان يحولها لنقمة. فالجمال من الأكيد إن هو نعمة، بس لو يتحول لنقمة لو الإنسان اعتمد عليه لوحده، أو لو الست أو البنت اعتبرته هو ثروتها الوحيدة، أكيد هتخسر كتير. لكن لو نمت الجمال ده بقدرات ومهارات وتعلمت حاجات كتيرة وبقت إنسانة قادرة تثبت إن هي ناجحة بمجهودها، بثقافتها، بعلمها، مش بس بجمالها. وأشوفكم على خير في الحلقة الجاية من أول السطر مع إيمان.